في هذا العالم كاينين أطفال كيعيشوا آلام أكبر من عمرهم، وكيكبروا قبل الأوان، وكيحملوا جروح ما كيبانوش ولكن كيقتلوا القلب. اليوم غنحكي لكم قصة خديجة بنت يتيمة الأم، عاشت ظلم زوجة الأب، ولكن عمرها ما فقدت نور قلبها. ودابا غنبداو القصة. هذه واحد البنت سميتها خديجة بنت صغيرة عندها 10 سنين فقط ملي ماتت الأم ديالها بعد صراع طويل مع المرض. وملي ماتت أمها داك النهار بقات خديجة واقفة قدام باب غرفة ماماتها، وكتشوف الأطباء كيسدوا باب الغرفة وما فهمت والو، غير حاجة وحدة: الأم اللي كتخبي دموعها في حضنها مشات وما رجعاتش. الأب محمد كان محطم، والدار ولات كحلة وباردة بلا روح. ودوز أب محمد العزا ديال مراتو زكية، وبعد شهرين فقط قرر الأب يتزوج من جديد واحد المرأة سميتها نعيمة، ملامحها زوينين وابتسامتها واسعة، ولكن وراء ديك الابتسامة كاين شي ظلام ما قدراتش خديجة تفهمه. ملي داز العرس 3 أيام وخرج الأب لخدمته، شدات نعيمة يد خديجة وقالت بصوت بارد: من اليوم غتكوني مسؤولة على شغل الدار كامل، سمعتيني مزيان؟ ومن تما بدأت رحلة العذاب ديال خديجة. كانت خديجة كتفيق قبل ما طلع الشمس، تنظف الدار وتغسل المواعن وتغسل الحوايج وتعجن وتخبز وتطيب وتسخر في الحانوت، وكدير جميع الشقة ديال الدار. وخا داك الشقة ما قدرتش عليه كتصبر وكديرو. ونعيمة غير جالسة وشدات التليكوموند وكتفرج وكتصدر الأوامر. وخا دارت خديجة شقة كامل وكتقول ليها: داكشي اللي درتي ما عجبنيش، عاوديها. وكتغوت عليها: واش انتي نافعه لشي حاجه؟ وخديجه مسكينه سكتات وكتبلع دموعها وكتخاف تهضر. وفي يوم من الايام بينما خديجه كتنظف الغرفه ديال مامتها، لقات صندوق صغير تحت السرير. فتحاتو ولقات فيها رساله مكتوبه بخط ماماتها، وكتبات فيها: خديجه بنتي، مهما كانت الحياه قاصحه تفكري انك قويه ونورك من الداخل ما تسمحش لاي واحد يطفيه. بنتي. خديجه بكات بصوت مكتوم، لكن القلوب الاطفال كيستمدوا القوه من ابسط كلمه حنان. وملي بغى الله يبين الحقيقه ديال نعيمه مراه الاب، كاين واحد الليله كان فيه الشتا قويه، ورجع الاب محمد للدار بكري. سمع صوت مراته نعيمه كتعنف بنته خديجه، وقالت ليها: لو كانت امك عايشه ما نخليهاش تربي بحالك، واش انت بنادم؟ والكلمه قطعات الروح ديال البنت ورعدت السما فوق الدار بحالها. ما بغاتش تسكت على الظلم. ومحمد دخل غاضب ووجهه احمر وكيغوت على مراته نعيمه: شنو درتي للبنت؟ شنو درتي للبنت؟ نعيمه حاولت تكذب، ولكن الدموع فوق وجه خديجه كان كافيه. وقال الاب محمد: نعيمه، من اليوم ما بقيتيش مراتي، غادي تمشي من هنا، اليوم قبل غدا، يلا جمعي حوايجك، صني الشمره، تعذب ليا بنتي، يلا خرجي من داري، يلا. بعد ما خرجت نعيمه من دار الاب حضن بنته خديجه اول مره من بعد وفاه الام ديالها، وقال لها بصوت مرتعش: سمحي لي يا بنتي، انا ما شفتش شنو وقع هنا، من اليوم ما غاديش نخليك يا بنتي بوحدك. رجعت الابتسامه لوجه خديجه، ورجعت تقرا وتتحلم. وفي كل ليله كتفتح الرساله ديال ماماتها وكتقول بصوت خفيف: ماما، نورك باقي، انا غادي نكمل الطريق. والنهايه: ليس كل يتيم يحتاج للمال، بعضهم يحتاج لكلمة طيبة فقط.
حاجة صغيرة ولكن تأثيرها كبير جدا. إذا أعجبتكم قصة خديجة ما تنساوش تخليوا لي بصمتكم وتخليوا لي التعاليق ديالكم. والسلام عليكم.